كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تصاعد التوتر داخل غرفة ملابس برشلونة بسبب اختيارات المدرب هانز فليك للتشكيلة والتبديلات. أنسو فاتي، فيران توريس وهيكتور فورت أبدوا غضبهم العلني بعد مباراة سيلتا فيغو بسبب تجاهلهم أو استبدالهم. الصحيفة أكدت أيضا أن أنسو فاتي كان الأكثر انفعالا، حيث ركل ثلاجة الاحتياطيين وألقى قميص الإحماء على الأرض بعدما قضى الشوط الثاني كاملا في التسخين دون أن يمنح فرصة للدخول. توتر العلاقة بين فاتي وفليك ظهر جليا، خاصة مع شعور اللاعب والمقربين منه بأن المدرب لم يكن واضحا أو عادلا في تعامله، وسط اعتقاد أن اللاعب جاهز بدنيا ويستحق دقائق أكثر. أما فيران توريس فظهر غاضبا بشدة بعد استبداله رغم تسجيله هدفا وظهوره بمستوى جيد، حيث رفض مصافحة المدرب وركل الكرة بعيدا ودخل في احتكاك مع مساعد المدرب ماركوس سورغ الذي حاول تهدئته. حتى هيكتور فورت الذي قلما شارك هذا الموسم فاجأ الجميع برفضه تحية المدرب بعد المباراة، ما أوضح حجم خيبة أمله، خاصة بعد أن كان يعتقد أنه سيحصل على دقائق للعب. ورغم حالة الأب التي تجتاح غرفة الملابس، يبدو أن فليك متمسك بخياراته الفنية. وفي خبر آخر، شهد ملعب سانتياغو برنابيو مساء اليوم الأحد واقعة لافتة خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، حيث ظهرت صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي على الشاشات العملاقة داخل الملعب. وكان مبابي قد غاب عن المباراة بسبب الإيقاف، واختار التواجد في مدرجات البرنابيو لمتابعة اللقاء من المدرجات. وبمجرد عرض صورته على الشاشات، أطلقت بعض جماهير ريال مدريد صافرات استهجان في مشهد أظهر علامات المفاجأة والإحراج واضحة على وجه اللاعب الفرنسي، حسب ما أفاد مراسل صحيفة آسي الإسبانية كارلوس فورخانيس. يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة صاحب 73 نقطة. وفي خبر آخر، أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة الفريق أمام سيلتا فيغو، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني. وفي بيان رسمي، أكد النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة ليفاندوفسكي في العضلة شبه الوترية للفخذ الأيسر. وأضاف برشلونة أن موعد عودة اللاعب للتدريبات سيحدد لاحقا بناء على تطور حالته الصحية. ورغم عدم تحديد النادي لفترة غياب النجم البولندي، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشارت إلى أن ليفاندوفسكي من المرجح أن يغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيجمع برشلونة بريال مدريد السبت المقبل. كما أوضحت الصحيفة أن هناك شكوكا كبيرة حول جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقررة يوم 30 أبريل الجاري. وفي حال غياب ليفاندوفسكي، سيلجأ المدرب هانس فليك إلى بدائل هجومية محدودة أبرزها فيران توريس وداني أولمو، حيث يعتمد عليهما عادة في مركز المهاجم الوهمي لتعويض غياب الهداف البولندي.